الشخصية اللي كانت تنقذ الولد جيم وتضحك وتحكي قصص، وكانت شخصية أهم من البطل، هي نفسها كانت تخطط لقتله بيوم من الأيام. الرواية اللي انبنى عليها هذا المسلسل كتبها رجل وهو على فراش الموت، وكان الدم يخرج من فمه وهو بحالة سيئة جدا، ولكنه استمر بالكتابة حتى يثبت لوالده انه مو فاشل. وإسرائيل هاندز القرصان اللي شفته بالمسلسل كان شخص حقيقي معاون بلاك بيرد، وبلاك بيرد نفسه ضربه برصاصة في الركبة وهو جالس مع طاقمه على العشاء بلا سبب. منو الرجل اللي كتب هاي القصة؟ روبرت لويس ستيفنسون، مواليد 1850 من اسكتلندا. كان يعاني طول حياته من نزيف في الرئتين بسبب مرض السل. الرجل اللي كتب قصة المغامرة والبحر والحرية كان محبوس بغرفة ويكتب لأن ما عنده شيء ثاني يعمله. بس القصة ما تبدأ بالمرض، تبدأ برسمة. ستيفنسون أخذ الإلهام من خريطة على جزيرة وهمية رسمها مع ابن زوجته، واللي فجرت عنده فكرة قصة القراصنة. ولد صغير ورجل مريض جالسين يرسمون جزيرة خيالية، ومن هاي الجلسة البسيطة انولدت رواية غيرت كل التصورات عن القراصنة ل140 سنة. الرواية انتشرت سنة 1883. بالبداية كانت تنتشر بشكل متسلسل بمجلة يونغ سنة 1881 تحت اسم مستعار هو الكابتن جورج نورث. ستيفنسون ما كتبها باسمه وأخفى هويته، والسبب لأنه كان يكتب لمجلة أطفال وكان خايف ينحكم عليه باعتباره كاتب تافه، يعني اللي كتب القصة كان يستحي منها. جون سيلفر بالمسلسل الرجل ذو الساق الواحدة، الطباخ اللي يبتسم ويحكي قصص واللي جيم يحبه حتى هو يعرف انه يكذب عليه. هذا الشخص موجود بالواقع بس ما كان قرصان بحسب رسائل ستيفنسون. شخصية جون سيلفر كانت مستوحاة من صديقه الحقيقي ويليام هنري الكاتب والمحرر. ستيفنسون كتب لهنري بعد نشر الرواية: راح اعترف لك بشيء، كان منظرك وانت معاق لكنك ما زلت قوي هو اللي ولد شخصية جون سيلفر في خيالي. هنري ما كان قرصان، كان شاعر ومحرر أدبي، بس كانت رجله مبتورة وكان ينتقل بعكازة وكان يملأ الغرفة بشخصيته وضحكته وذكائه. جون سيلفر في الرواية متزوج من امرأة أفريقية وكان يثق بيها بإدارة أعماله ومصالحها وهو بالبحر. هاي التفصيلة حذفها المسلسل الياباني كليا، وطبعا ما وصلتنا بالدبلجة العربية. في القرن التاسع عشر في رواية أطفال الكاتب حط قرصان متزوج من امرأة من أفريقيا ويعاملها باحترام كامل، وهالشي كان استثنائي بوقته. سيلفر ما كان الشرير النمطي اللي تتوقعه، ذكاءه وسحره وأخلاقه الضبابية تمحو الحد بين الخير والشر، جعلته من أعقد الشخصيات الأدبية الإنجليزية. المسلسل الياباني خفف هذا التعقيد وحوله لشخصية قرصان برقبة طيبة تحبه وتعرف أنه مو شرير. الرواية الأصلية كانت أقسى بكثير. بالرواية سيلفر قاتل بارد بلا تردد، وحبه لجيم ما يمنعه من استخدامه كورقة بأي لحظة. بس ويليام هنلي ما كان الوحيد اللي أخذ ستيفنسون من الواقع. أكو شخصية ثانية وتعتبر شخصية تافهة بالمسلسل اسمها إسرائيل هاندز. هذا الشخص كان موجود فعلا وقصته أشرس بكثير من المسلسل. إسرائيل هاندز كان قرصان حقيقي من القرن الثامن عشر، مشهور بكون الرجل الثاني في قيادة القرصان بلاك بيرد الأشرس بالتاريخ. ستيفنسون أخذ اسم إسرائيل هاندز مباشرة من قرصان حقيقي كان في عصابة بلاك بيرد. بلاك بيرد ضرب إسرائيل هاندز معاونه الأمين برصاصة في ركبته وهو جالس معاه على الطاولة، ومن سألوه عن السبب قال: إذا ما قتلت واحد منهم بين فترة وفترة ما راح يخافون مني بعد. وهاندز ما استطاع يعمل أي شيء، وهذا هو العالم الحقيقي اللي أخذ منه ستيفنسون شخصياته. هاندز نجا من رصاصة بلاك بيرد، وبعد مشاركته في القرصنة قبل العفو الملكي عاد إلى الحياة العادية. رجل ضرب قائده وكل اللي عمله أنه قبل عفو الملك وراح يعيش حياته، وهذا الشخص يعتبر الشرير الثانوي بقصة جزيرة الكنز. الرواية اللي قرأها الأطفال البريطانيون سنة 1883 تختلف عن المسلسل الياباني، والمسلسل اللي دبلجوها العرب ما كان نفس المسلسل الياباني رغم انها كتبت للأطفال، إلى أنه في الرواية قتلة حقيقيين والكاتب كان دقيق بتوصيف العنف والقتل، وهالشي نادر بقصص الأطفال. الرواية بها لغة عنصرية وعنف وقتال بالسيوف والسكاكين مع وفيات وعصابات متعددة وشخصيات تشرب الخمر بشكل مفرط. المسلسل الياباني حذف أغلب هاي الأشياء من الرواية وأضاف أشياء ثانية ما كانت موجودة. بالمسلسل جيم يرجع رجل سليم
وجين سيلفر حي ومرتاح. لكن بالرواية الأصلية جيم يرجع مصدوم نفسيا وما كسب ولا شيء حقيقي من رحلته. المسلسل الياباني جعل جون سيلفر هو البطل الرئيسي مو جيم هوكنز. المخرج ديزاكي قلل من دور جيم وركز على جون سيلفر كبطل أسر. جيم واضح انه يعبد سيلفر وهذا كان قرار جريء جدا. تخيل انك تاخذ رواية وتحول الشرير الرئيسي بالرواية الى بطل بالمسلسل وتنجح، وهذا هو اللي صار. ديزاكي أضاف عناصر خارقة للطبيعة ما كانت موجودة في الرواية الأصلية، من بينها سفينة أشباح لتعميق التوتر والإثارة. سفينة الأشباح اللي ترعبك وانت تشوفها بالمسلسل ما كانت موجودة بالرواية، ديزاكي اخترعها من خياله. في المسلسل الياباني جون سيلفر خائن وجشع وما عنده أي مشاعر إنسانية، ولكنه بنفس الوقت دائما لطيف مع جيم. هذا التناقض هو اللي جعل المشاهد يحب سيلفر أكثر من جيم. شرير يحب طفل، هذا أعقد من أي بطل نظيف. أما الدبلجة العربية فيها قصة ثانية كاملة. المسلسل دبلج للعربية من قبل مؤسسة التلفزيون اللبنانية في أوائل الثمانينيات بإخراج وئام الصعيدي، وأدى صوت جون سيلفر الممثل وحيد جلال. صوت العميق جعل سيلفر يبدو حكيم مو مجرد قرصان شرير. هذا الاختيار الصوتي غير طريقة فهم الشخصية كليا. النسخة العربية اللبنانية الأصلية كانت نظيفة نسبيا وما دخلت الرقابة بشكل كبير، والشيء الوحيد اللي حذف المدبلجون العرب بطلب منهم هو مشاهد السكر في الحلقة 25، لكن اللي جاء بعدين كان أقسى. نسخة سبينستون المعدلة حذفت أسماء الفريق الأصلي من المقدمة وغيرت اسم المسلسل من جزيرة الكنز للبحث عن جزيرة الكنز، وقطعت أجزاء كبيرة من عدة حلقات، وأعادت دبلجة الحلقة الثامنة بأصوات مختلفة من مركز الزهرة السوري بسبب مشهد الشبح اللي ما يوافق سياسات القناة. يعني جيل الثمانينيات شاف نسخة وجيل التسعينيات على سبينستون شاف نسخة مختلفة كليا بأصوات ثانية وأسماء ثانية ومشاهد محذوفة. جيلين يتحدثون عن نفس المسلسل ويصفون أشياء مختلفة. جزيرة الكنز أثرت في كل تصورنا على القراصنة لحد هذا اليوم. الخريطة اللي عليها علامة الإكس، والبحار ذو الساق الواحدة والبغبغاء. الجزيرة المهجورة كلها اخترعها ستيفنسون ورسخها من خياله. إسرائيل هانز القرصان الحقيقي أصبح شخصية في الرواية، وكابتن هوك في بيتر بان يقال أنه كان ضابط بلاك بيرد. يعني قصة واحدة ولدت قصص ما تنتهي. والمسلسل الياباني واحد من أشهر المشاهدين العرب كتب عنه: رأيت المسلسل بالنسخة العربية والدبلجة كانت عميقة ونقية وغنية بالمعاني الجميلة. شخصية الكابتن سيلفر ملهمة وحكيمة ورائعة، شخصية كرتونية خيالية لكنها أفضل من بعض الناس في هذه الحياة. هذا هو الجانب المظلم الحقيقي من جزيرة الكنز، مو أنه القصة كانت مرعبة. الجانب المظلم هو أنه الشخصية اللي عرفناها أكثر من البطل بنيت على رجل حقيقي معاق، والقرصان الثانوي اللي تجاهلناه كان قرصان حقيقي ضرب قائده برصاصة. ومؤلف القصة والرواية كان جليس الفراش ويموت ببطء وهو يكتب تلك المغامرات. وهسه وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.